النهارده ان شاء الله سبحانه وتعالى هنعمل معاك حدث ضخم وقوي جدا. انترودكشن على الالكتريستي. هنتكلم في اساسيات علم الكهربيه. هل هتشرح بقى اول حصه؟ يعني مش اول حصه، انا هكلمك بشكل عام ايه هي الكهرباء دي؟ ايه الالكتريستي ديت؟ لا قوانين ولا حاجه. الحصه اللي فاتت كنا بنعمل انترودكشن هتفيدك في الحل. هتفيدك في حل المسائل والبروبلمز، وتفهم عندك الجرافز واليونت. اليونت يا باشا، اليونت اللي انت بقلب جامد ناوي تخش عندك على الفيزيكس وتطنش انك تتفرج على الانترودكشن الاولى، عشان كده عملنا عليها اكزام وتفر الدرجه اللي انت جبتها كانت بكام. مش مشكله، لكن اهم حاجه اعرف الاساسيات بتاعه الفيزياء. طول السنه هتفضل محتاج ترجع لحصه الانترودكشن الاولى، دي فيها كل اليونتس اللي انت هتحتاجها طول السنه، فيها كل الجرافز اللي هتعدي عليكي طول السنه، فيها كل العلاقات الرياضيه الماثيماتيكال ريليشن، بتفهمك يعني ايه الدايركت والانفرس والدايركت نون يونيفورم والانفرس نون يونيفورم. انا هتك عليهم تاني اكيد وانا شغال في وسط السنه، بس في فرق ما بين طالب سمع وطالب جاي يسمع اول مره. الجراف والسلابز دي حاجات من اولى وثانيه ثانوي، بس في طلبه ما كانتش بتذاكر، فاحنا عشان كده ظبطناها لك عندك عشان تظبط معاك الدنيا. ازاي تعرف تحل مسائل فيها ريشز، ازاي تجيب عندك اسئله الوات هابن لما يكون معاك طرفين، طرف عليه سكوير وطرف ما فيش عليه سكوير، طرف تحت الروت وازاي تطلع الاجابه منه. كل الكلام ده هيفيدك لطول السنه. اللي انا هقوله لك ده لازم تكون عارف ان منهج الالكتريستي بتاعنا هو يمثل عندك 70% من منهج الفيزيكس بتاعك في سنه ثالثه ثانوي. كل الترم الاولاني اللي هنبتديه عندك من اخر اسبوع في شهر 8 لغايه ان شاء الله سبحانه وتعالى نص شهر واحد قبل الاجازه بتاعتكم، او اخر اسبوع في شهر واحد قبل ما اديك اجازه اسبوع بتاع نص السنه دوت، كلها الكتريستي. كل ده الكتريستي. فالالكتريسيتي انا عاوز اقول لك القصه بدات ازاي. يا رب تعجبكم الحصه وتستفيدوا منها وانت قاعد بتسمع الحصه الاولى مثلا في الفيزيكس كده جوه السنتر او الاونلاين، الثانيه والثالثه والرابعه بجد بجد الدنيا هتفرق معاكم جدا. وده قلت لك حدث لاول مره في مصر حد بيعمل انترودكشن للالكتريستي. تعال نشوف احنا هنقول ايه. بسم الله الرحمن الرحيم، يلا بينا نبدا الحدوته بكان يا مكان. كان يا مكان في قديم الزمان شويه علماء قاعدين وبيفكروا في ايه هو شكل اصغر حاجه في مكونات الماتر. الماتر بتتكون من حاجة صغيرة قوي 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 اسمها أتوم. الجريك فيلوسوفرز زي ما انت خدت في سنة تانية ثانوي والعالم دالتون وكل الناس لما جم بيصوروا شكل الأتوم فقالوا هي كومباكت وتحتوي على بوزيتيفلي تشارجد. حد جاب سيرة إلكترون؟ حد جاب سيرة نيجاتيف تشارج؟ لا. أصغر حاجة في أي ماتر المية، أصغر حاجة فيها الأتوم. اللبس اللي احنا لابسينه اصغر حاجه فيها الاتوم. الحيطه اللي موجوده قدامك اصغر حاجه فيها الاتوم. اي حاجه موجوده قدامك اصغر حاجه فيها اتوم. والاتوم دي مكوناتها كومباكت بادي مصمت ويحتوي على بوزيتيف تشارج. حلو الكلام ده؟ حلو الكلام ده كله. ده كده مواصفات شكل الاتوم بتاعتنا. الكلام ده فضل موجود لغايه لما جيت عالم اسمه راذرفورد، انا وانت عارفينه كويس. راذرفورد يعني شويه كده معلومات عنه، اتولد في 30 اغسطس سنه 1871، ودوت اللي اكتشف عندك شكل الاتوم بتاعتنا عن طريق التجربه المشهوره جدا اللي كلكم عارفينها. بص ده هو صغنطوط كده قبل ما يطلع له عندك الشنبات اللي طلع له دي، وهو قاعد عندك كده في المعمل بتاعه عمل التجربه بتاعته سنه 1911. التجربه بتاعته كانت عباره عندك عن ايه؟ كلنا عارفين التجربه اللي ادت الى اكتشاف شكل الاتوم اللي هي تشبه المجموعه الشمسيه سولار سيستم. في النص ده اسمه نيوكليس، وديت هي البوزيتيف تشارج، وبره النيجاتيف تشارج اللي هي الالكترون، وتقعد تلف عندك حوالين الاتوم. التجربه كانت اللي انت عارفها كويس جدا ان هو جاب الفا بارتكل وهوب خبطها عندك في جولد شيت. ده طبعا العلماء هيشوف شوف بص دي بقى الفا بارتكل خارجه وبتخبط في الجولد شيت عندك اللي على الترابيزه الكبيره ديت. ومن خلال التجربه ديت ظهرت شويه عندك مصطلحات او شويه نظريات اثبتنا بيها شكل الاتوم بتاعتنا. الاتوم هي عباره عن بوزيتيفلي تشارج في النص كده اسمها نيوكليس، وفي جواها حاجه اسمها نيوترون دي ملهاش اي تشارج،
والنيوكليوس جواها بروتون ونيوترون. وبره في حاجه اسمها انرجي ليفلز بيلف جواها عندك اللي عمو الصغنطوط دوت اللي احنا بنقول عليه مين؟ ايوه الالكترون. ايوه يا ولد. تعالى كده بص كده معايا، ادي الشكل بتاعنا. ادي هنا ده البروتونز، حط لنا اللون الاحمريكا او الاسوديكا احسن. ده كده البروتون بوزيتيف تشارج، النيوترون دي نيوترال تشارج، الالكترون. فين الكهرباء يا مستر؟ احنا دلوقتي يا عم بنجيب لك الموضوع من كان يا مكان في قديم الزمان، بيجيب لك الدنيا ماشيه ازاي. ده كده شكل الاتوم. حلو. قديما، خليك بس ماشي كده معايا، قديما وحديثا. زمان قوي، زمان قوي قديما كانت الاتوم ايه؟ كومباكت وبوزيتيف تشارج فقط. طب وحديثا؟ حديثا شفته سنه 1913. لا، الاتوم ده نيوكليوس ده عباره عن بوزيتيف والكترونات صغنطوطه كده دي عباره عن نيجاتيف بتلف. بس زمان ما كانوش يعرفوا ان في بوزيتيف بس. هنا في بوزيتيف وفي نيجاتيف، والاتوم دي نيوترال وعدد البوزيتيف قد عدد النيجاتيف. ونسيت اقول لك على حاجه، هنا في بروتون وهنا في الكترون. البروتون بوزيتيف والالكترون نيجاتيف، الاثنين بيبقى عليهم حاجه اسمها تشارج. ايوه بقى، دي تشارج بوزيتيف ودي تشارج نيجاتيف. انا بس هقول لك كده معلومه كده على السخان بسرعه هتفيدك من اول حصه. التشارج بتاعت الالكترون والبروتون قد بعض، عشان كده الاتوم بتكون ايه يا اولاد؟ نيوترال. نيوترال يعني البوزيتيف قد النيجاتيف. معلومه بقى صغيره، الالكتريك تشارج سواء الكترون او بروتون بنديها رمز ايه؟ والتشارج بتاعت الالكترونيه الواحده او البروتونيه الواحده 1.6 في 10 باور نيجاتيف 19. واللي اكتشف العالم ده راجل اسمه كولوم، وهو عمره حضرتك ما يفوت اللحظه فهيسميها على اسم اللي خلفوه كولوم. يبقى الاي ده رمز مين؟ رمز تشارج البروتونيه او رمز تشارج الالكترونيه. واللي تشارج ديت النيجاتيف ودي تشارج بوزيتيف، والاتنين قد بعض، فالاتوم تبقى ايه يا اولاد؟ الكتريكال نيوترال. طبعا انت هتلاقي بي دي افايه مبعوته لكم كلكم فيها نفس الصور الموجوده ديت، عاوز تبقى تسجل عليها كده ويطلع قلمك الحلو وتسجل النوتس الحلوه ديت عشان الامتحان هعمله لك عندك بتاع يوم الجمعه ده، يعني تبص عليها بصه كده عندك لطيفه يا امور. المهم عاوز اقول لك بقى، خلاص كده اكتشفنا الاتوم. حلو. الكهرباء لسه جايه في السكه. في واحد اسمه جالفاني. جالفاني ده كان قاعد في المعمل بتاعه، ونقول برضه كان يا مكان في قديم الزمان. عمه جالفاني هو قاعد في المعمل بتاعه، وكان راجل كان يميل الى علم البيولوجي جدا. فكان عنده ضفدعه حلوه، وقرر ان هو يقوم بتشريحها. مسك الضفدعه وهاتك تشريح، فتح بطنها، ماسك عندك 2 مسمارين كده في ايديه، مشرطين، بس مشرط فيهم كده كان من ميتال ومشرط تاني من ميتال تاني. ما تعرفش حالته النفسيه كانت مالها. كان عندك مجرم جايب مشرط مصنوع من ماده اسمها الكبر، ومشرط تاني مصنوع من ماده اسمها زنك. كانت الحاله مقصره معاه يعني شويه، مش قادر يجيب الاثنين من الكبر، الحاله كانت مقصره معاه شويه، وهاتك تشريح وتقطيع، وعمال يتفرج على مكونات الضفدعه. ما تعرفش دماغه يعني ماشيه بتعمل ايه دلوقتي. بس جالفاني تعال نشوف عندك ايه اللي وصل له. وهو عمال يشرح في الضفدعه بتاعته، ايه ده بقى؟ لقى شراره كهربائيه، ورجلين الضفدعه هوبا بتترعش، والجسم بتاع الضفدعه بيترعش. يا جماعه الضفدعه انا فاتحها حداكم موتها، حطيتها في محلول الفورمالين بتاعي. ايه اللي بيحصل يخلي الضفدعه تتنفد والشراره دي تطلع لك؟ في تشارج، يعني في حاجه اسمها كهرباء. وجالفاني قال لك ايه اللي جاب الكهرباء عندنا؟ وايه اللي خلى التشارج تتحرك وتتنطط وجسم الضفدعه يتنفض عندك بالشكل ده؟ على فكره احنا استفدنا بالحركه دي بعد كده لما يكون عندك نوبات قلبيه والكلام ده كله، هوب يديك صدمه كهربائيه كده ويدي الواد رعشه كده في قلبه. صدمات كهربائيه عندك، وهو اول واحد حصل معاه صدمه كهربائيه ما بين المسمارين اللي ماسكهم وجسم الضفدعه اللي موجوده عنده. لكن الراجل ده اكيد هو ايه اللي حصل؟ بس الراجل ده اكتشف ان التشارج اتحركت. تشارج بتتحرك يعني في حاجه اسمها الكتريك كارنت. طبعا عمو جالفاني دوت هو اول عالم اسس لبطاريه، اول بطاريه في التاريخ، وهي بطاريه اسمها الكهرباء الحيوانيه. اكتشف ما يسمى الكهرباء الحيوانيه، والكهرباء الحيوانيه
كهرباء قال لك بتنتج نتيجه تفسير كده عندك كيميائي مع تفسير فيزيائي، هنتكلم عنه بالتفسير كده واحنا ماشيين. هذا التفسير بيقول لك ان ممكن ان انا اقدر اكون بطاريه عن طريق اجيب ضفادع. يعني تخيل كده وانت رايح عند الراجل بتاع البطاريه تقول له ايه والنبي اديني ضفدعتين بس 1.5 فولت كده ركبهم في الجهاز. ما تهزرش، اكيد لا. بس هو ايه اللي حصل؟ في محلول كيميائي وفي مسمارين كان حاططهم، اكيد في حاجه حصلت فتحولت حاجه اسمها الكيميكال انرجي تو الكتريك ايه انرجي. طيب احنا طبعا هنعرف ايه القصه، بس قبل ما اقول لك ايه القصه في معلومات عاوز اقولها لكم عشان اكمل بقيه قصه الكهرباء بتاعتنا. احنا لسه بنقول يا هادي ده كله كان يا مكان في قديم الزمان، شفنا شكل الاتوم واختراعاتها، شفنا اول كهرباء اتعملت جت من الضفدعه، عباره عن في حاجه حصلت ما بين المشرطين والمحلول الفورمالين اللي كان جوه جسم الضفدعه، في تفاعل كيميائي حصل. هذا التفاعل ادى لتكون تشارج مشيت عملت حاجه اسمها الكتريك كارنت. فكره كلمه الكتريك كارنت اسمها بالعربي التيار الكهربائي. زي ما يكون في عندك ميه ماشيه نقول التيار المائي، هواء بيتحرك نقول ايه التيار الهوائي. احنا هنا حصل عندك تيار كهربائي، يعني في تشارج اتحركت. قبل ما اروح الحته دي عاوزك تبص كده معايا كويس. احنا لو عندنا جسم بوزيتيف وجسم نيجاتيف تشارج، عارف بيحصل ما بينهم ايه؟ الاثنين دول بيحصل ما بينهم قوه اسمها اتراكشن فورس، بينجذبوا ناحيه بعض. ولو عندك تو تشارج نيجاتيف الاثنين بيحصل ما بينهم ريبالجن فورس، بيبعدوا عن بعض. طب لو اثنين بوزيتيف ريبالجن فورس، يعني لو شبه بعض بيبعدوا، ولو احنا زي بعض بننجذب ناحيه بعض. المتشابه يعمل ريبالجن، سيميلر تشارج ريبل ايتش اذر. لكن unlike charge attract each other. ودي معلومة عاوزك تعرفها عشان هنلعب عن لها دلوقتي في علم الكهرباء. طب لو عندي جسمين نيوترال تشارج ولا حاجة، لا يتحركوا لا يمين ولا شمال. طيب تفسير العلماء كان بيتكلم عندك في ايه؟ الأول قبل ما أكلمك عن موضوع حركة التشارج، ومعاك حتة كورة. الكورة دي أنت حطيتها على سطح الأرض، بعدين خدت الكورة ديت ورفعتها إلى ارتفاع معين. كان في حاجة اسمها البوتنشال انرجي أو جرافيتيشنال بوتنشال انرجي. على سطح الأرض يعتبر البوتنشال انرجي قليلة. لو افتكرنا أنا وأنت قانون البوتنشال انرجي، البوتنشال انرجي كان بيساوي ام جي اتش، حيث ان اتش ده هو الارتفاع، وكل ما يكون الهايت كبير كل ما تكون الطاقة المختزنة جوه الجسم بتكون أكبر. على سطح الأرض يعتبر ما فيش ارتفاع، فأنت عندك لو بوتنشال انرجي، وكلما ارتفعنا إلى أعلى فالطاقة المختزنة جوه هذا الجسم اسمها تبقى هاي بوتنشال انرجي. تفتكر بقى لو أنا سبت الكورة ديت هتتحرك من فين لفين؟ الكورة لما بتسيبها تتحرك من النقطة اللي عندها هاي بوتنشال انرجي النقطة اللي عندها لو بوتنشال انرجي. الأجسام تتحرك من منطقة الطاقة الأعلى إلى الطاقة الأقل. طب ولما بتتحرك الطاقة دي بتروح فين؟ تحول لكاينتيك. يعني تخيل لو أنت كان معاك بوتنشال انرجي هنا 50 جول، وهنا البوتنشال انرجي مثلا 2 جول، يبقى أنت استهلكت قد إيه؟ أنا استهلكت 50 ماينس 2. تعرف تحسب ولا لا؟ طبعا 48 جول. ال 48 جول دي الطاقة اللي أنت استهلكتها، طاقة فقدتها تحولت إلى مين؟ كاينيتيك انرجي. الأجسام تتحرك من منطقة البوتنشال انرجي العالي لمنطقة البوتنشال انرجي القليل. أنا عاوز أقول لك إيه حكاية الكهرباء؟ إيه اللي مشى الكهرباء؟ الراجل أبو ضفدعة ده ليه الكهرباء اتحركت؟ أكيد كان في عندنا تشارج، والتشارج ديت كانت موجودة عند منطقة عندها إلكتريك بوتنشال عالي، فاتحركت التشارج بوزيتيف. البوزيتيف تشارج بتتحرك من المنطقة الأعلى إلكتريك بوتنشال انرجي، هاي إلكتريك بوتنشال انرجي،
يعني طاقه كهربيه مختزنه عاليه، واتحركت لان في نقطه تانية عندها لو الكتريك بوتنشال انرجي. فاكرين يا جماعه المشرطين؟ حد فاكر المشرطين اللي كان بيصنع بيهم، كان بيشرح فيهم الضفدعه؟ مين فاكر؟ كانوا مصنوعين من تو ميتال. حد فاكر هم ايه وايه؟ زنك وكبر. في واحده في دولت، في الميتال دول بيكون عندها هاي الكتريك بوتنشال ديفرنس لسبب علمي هقوله لك كمان شويه، وفي ميتال تاني بيكون عنده لو الكتريك بوتنشال ديفرنس. فلما يكون في نقطه عندها بوتنشال عالي ونقطه عندها الكتريك بوتنشال قليل، تحرك التشارج من البوتنشال العالي للبوتنشال الاولاني فينتج ما يسمى الكتريك كارنت. بوزيتيف تشارج بتتحرك من منطقه الهاي الكتريك بوتنشال لللو الكتريك بوتنشال. طب عارف اقول لك على حاجه؟ تخيل ان ده الزنك، اوكي، وده الكبر، اوكي. الزنك لما يكون عنده هاي الكتريك بوتنشال يبقى عليه بوزيتيف تشارج، فالبوزيتيف مع البوزيتيف يعملوا ايه؟ انا قلت لك ريبالجن. طب والبوزيتيف مع النيجاتيف يعملوا ايه؟ اتراكشن. فيبتدي يحصل حاجه اسمها الكتريك كارنت. الكتريك كارنت. يبقى اللي ماشي ده يا ولاد، ثانيه واحده ركزوا كده معايا، مين اللي ماشي ده يا مستر؟ ده اسمه التيار الكهربائي، الكتريك كارنت. وزمان كان يا مكان في قديم الزمان اول ما بدأنا قلنا هم كانوا فاكرين ان الاتوم شكلها عامل ازاي؟ كانوا عباره عن جسم وكله بوزيتيف تشارج. فكان تفكير علماء زمان ان التشارج اللي بتتحرك في الدنيا بوزيتيف، لان محدش يعرف في الدنيا غير ان في حاجه بوزيتيف بس. فكانوا بيقولوا الكتريك كارنت هو بيتحرك من النقطه اللي عندها هاي الكتريك بوتنشال النقطه اللي عندها لو الكتريك ايه بوتنشال، واللي بيتحرك البوزيتيف بيعمل مع البوزيتيف ريبالجن وينجذب الى النيجاتيف فيعمل معاه اتراكشن فيتكون تيار كهربائي، الشراره الكهربيه. عارفه كده لما انت بتيجي تلمسي مثلا مقبض الباب وتلاقي كهرباء؟ مثلا لو دي ايد حضرتك، مع طبعا الرسم الفنان احمد نوار الرسام الفنان الكبير جدا، لو دي ايد حضرتك وكانت مشحونه بتشارج بوزيتيف، وده مقبض الباب اللي انت رايحه تمسكيه وكان مشحون بتشارج نيجاتيف، تخيل ان انت اول ما تيجي تمسك مقبض الباب ده اللي يحصل؟ حضرتك كل اللي هيحصل ايه؟ هتتحرك البوزيتيف تشارج من البوزيتيف تروح للايه؟ للنيجاتيف، فتحصل طق شراره الكهربائيه اللي انت بتشوفها. جاي البس لبسي، اتكهربتي ليه؟ اكيد جسمك كان عليه مثلا نيجاتيف واللبس كان مشحون بتشارج بوزيتيف او العكس، واول ما لبست والبوزيتيف بقى جنب النيجاتيف يحصل اتراكشن. البوزيتيف مع البوزيتيف، هنا كان في بوزيتيف كتير فالبوزيتيف مع البوزيتيف ريبالجن. يقول له خلاص انا هنا معايا الكتريك بوتنشال عالي. على فكره الالكتريك بوتنشال بدون رمز في، الكتريك بوتنشال عالي، وهنا الكتريك بوتنشال ايه؟ قليل. واحنا قلنا التشارج والاجسام تتحرك من البوتنشال الاعلى للبوتنشال الايه؟ اقل. تتحركوا منين يا اولاد؟ من البوتنشال الاعلى الاقل. ينفع العكس؟ عكس ازاي؟ لازم يكون معايا طاقه عشان افقدها يبقى عندي طاقه قليله. دايما كده، دايما زي الكوره تتحرك من بوتنشال عالي للقليل، التشارج تتحرك من بوتنشال العالي للقليل فيتكون حاجه اسمها الكتريك كارنت. طيب بصوا كده معايا يا اولاد، انا بندي مصطلحات كهربائيه، يبقى هنا بنقول الكتريك بوتنشال هي عباره عن الاماونت اوف بوتنشال انرجي عند سبيسيفيك بوينت، مقدار الطاقه المختزنه عند نقطه معينه. افترض صحيح يا مستر هو الكتريك بوتنشال تتقاس بيونت جول؟ لا، تتقاس بيونت اسمها فولت. تتقاس بيونت اسمها ايه؟ فولت. ده ليه بقى؟ عالم اسمه جيمس بولت فبنسميها على اسمه. التشارج بنسميها باسم مين؟ كولوم. برافو عليكم، على اسم الحاج كولوم. اللي اكتشف الالكتريك بوتنشال دي راجل اسمه فولت. قال لك ان النقطه اللي بيكون عندها هاي الكتريك بوتنشال مثلا نفترض 10 فولت، ونقطه ثانيه عندها لو الكتريك بوتنشال 3 فولت. انا سؤالي، التشارج اتحركت من فين لفين؟
من الكتريك بوتنشال العالي الكتريك بوتنشال قليل، صح ولا ايه؟ طب بقول لك ايه بقى، لو انا اتحركت من العشرة لغايه 3 استهلكت طاقه ولا ما استهلكتش؟ استهلكت. يلا السؤال بقى بتاعي، هنا معايا الكتريك بوتنشال. حاج باسل معايا ولا مش مركز؟ مش مركز يا حاج باسل. الكتريك بوتنشال معايا هنا الكتريك بوتنشال كام فولت؟ 10 فولت. 10، برافو عليك. وهنا الكتريك بوتنشال كام فولت؟ 3 فولت. برافو. بقول لك ايه بقى، بس معاك 3 فجأة بقى معاك 3، كان معاك سوري 10 فجأة بقى معاك كام؟ 3. البوتنشال ده اسمه الكتريك بوتنشال، اسمها الطاقة المختزنة الكهربية، ودي الطاقة المختزنة الكهربية. كان معاك 10 في جيبك بقى معاك 3، نصب عليها في 7. يبقى انت الالكتريك بوتنشال ديفرنس استهلكت طاقة قد ايه؟ 7 فولت. معقولة يا باسل كده بالشطارة ديت؟ عملت ايه ازاي يا باسل؟ ببساطة قوي يا جماعة، ده اسمه الكتريك بوتنشال ديفرنس، دي الطاقة اللي بتستهلكها عشان تنقل الالكترون او التشارج من مكان لمكان تاني. تجيب طاقتك كان معاك كام؟ بقى معاك كام؟ تماينص من بعض يديك حاجة اسمها الكتريك بوتنشال ديفرنس، بيديها رمزة دلتا في. يبقى البوتنشال بيديه رمز ايه يا اولاد؟ في. الالكتريك بوتنشال ديفرنس دلتا في. الالكتريك بوتنشال ديفرنس هي الطاقة اللي انت استهلكتها ولا اللي معاك؟ لا، النقطة دي لو انا سميتها النقطة اكس والنقطة ديت واي، الانرجي المختزنة الستورد عند اكس 10 فولت، دي اللي في جيبك، دي اللي في جيبك يا حمادة. عند واي معاك كام؟ 3، دي الطاقة اللي في جيبك يا حمادة. الفرق ما بينهم اللي انا استهلكته يا حمادة 10 ناقص 3 7 فولت. يبقى انت دلوقتي عرفت حاجتين، لا 3 حاجات. انت عرفت حاجه اسمها الكتريك كارنت. سمستر يعني، بس كنت عاوز اسالك سؤال. نعم. كلام كتير. صار زمان كانوا عارفين اللي بيتحرك هو البوزيتيف، كانوا فاكرين ان الاتوم بوزيتيف. بس يا مستر في العلم الحديث، العلم الحديث يبقى عاوز بقى لون تاني بقى، العلم الحديث بقى، العلم الحديث رازرفورد سنه 1913 اكتشف ان النيوكليس موجوده في السنتر وغالبه، غالبه يعني ما تتحركش، متقندله في النص عامله زي الشمس الشموسه، وان الكواكب او الالكترون هو زي الكواكب كده، زي الارض كده، زي القمر وبيلف برضه حوالين عندك الايه؟ الارض. ده الالكترون. صراحه مع الصراحه والامانه لله اللي بيتحرك مش البوزيتيف، اللي بيتحرك هو النيجاتيف. هم هيدوشونا؟ لك لا، يعني احنا بس هنعمل تعديل بسيط. الكرنت الحديث هو ينتج نتيجه حركه النيجاتيف تشارج، والنيجاتيف مع النيجاتيف يعملوا ريبالجن، والنيجاتيف مع البوزيتيف بتعمل اتراكشن. فالاتجاه الجديد سموه اسمه الكترون دايركشن، وده الاتجاه الحديث بقى دلوقتي. يبقى الحديث ايه؟ الجديد النيو اللي بتحرك الالكترون. ده احنا طلعنا كنا بهايم اوقات كده. طب وده اكتشفوه عندك امتى؟ ده اكتشفوه بعد 70 سنه. يا خبر، يعني هذه الاكتشافات سوري ده سنه 1913، انا اسف. البوزيتيف تشارج دي اللي هي زمان دي قبلها الفرق ما بين 1913 وهم كانوا فاكرين الاتوم كلها كومباكت، كان فرق بتاع 70 او 50 سنه، من 50 ل 70 سنه. فبالتالي يبقى كده كل العلم اللي كانوا واخدينه قبل كده كان غلط؟ لا خالص. العلم اللي كانوا بيدرسوه عادي ان في حاجه اسمها تشارج بتتحرك، تتحرك من بوتنشال الاعلى للاقل. طلع اللي بيتحرك نوع التشارج اللي بيتحرك دي ما طلعش اسمها البوزيتيف، طلع بيتحرك اسمه ايه يا جماعه؟ نيجاتيف. نيجاتيف هو النيجاتيف اللي بيتحرك، واللي بيتحرك ده هو الالكترون. يبقى زمان 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 كانوا فاكرين بيتحرك مين؟ البوزيتيف. ده اسمه الكهرباء القديمه. الجديد لا، اكتشفنا اكتشاف اللي بيتحرك هو النيجاتيف. بيتحرك من فين لفين؟ بيتحرك من البوزيتيف للنيجاتيف؟ لا، عمر ما النيجاتيف تتحرك من البوزيتيف، لان البوزيتيف تعمل لها اتراكشن حبيبتي مش هسيبك. الالكترون بتتحرك من الطرف النيجاتيف للطرف البوزيتيف، من الفولت العالي للفولت القليل. العلم بس بيتغير شويه، مصطلحاته بتتغير، اتجاهات يعني بدل ما قلت احمد كان ماشي يمين قلت احمد بقى ماشي شمال، بس هو اللي بيتحرك عندك
هو ده اتجاه وخلاص. يعني عندي كرنت، تيار كهربي، هذا التيار الكهربي بقى اتحرك يمين اتحرك شمال، ده مش موضوعنا، مين اللي كان بيتحرك مش مشكله. يعني مثلا لو انت مثلا اكتشفوا ان الميه بدل ما هي H2O اكتشفوا ان هي مثلا H3O مثلا، اي حاجه يعني تاني هتفرق، ميه وبنشربها وبنبلبعها. يعني هل بعد ما يكتشفوا ان الميه حاجه تاني غير H2O مش هتشربيها تاني؟ لا، هتشربها عادي، وجميع القوانين بتشتغل عليها عادي، هي مش هتختلف. هو كل القصه اتجاهات. كانوا فاكرين اللي بيتحرك البوزيتيف، طلعوا بهايم طول الوقت ده، قعدوا 20 سنه بهايم او 30 40 سنه، وبعد كده عرفوا لا، ده اللي بيتحرك هو النيجاتيف تشارج، والكلام ده ما فيهوش اي اختلاف ولا اي حاجه خالص. طب بص يا اولاد، يعني حبيبك على ما تعودوا. بصراحه يا جماعه احنا حبينا الاتجاه القديم جدا. يعني ايه؟ لا، الاتجاه القديم ده اللي هو اسمه، سموه علماء الفيزياء كونفنشال دايركشن. قالك طالما احنا بدانا بيه واتفقنا عليه، لما حد يسالنا في الفيزياء هو يا ترى الالكتريك كارنت، شايف المصطلح ده ماشي من فين لفين؟ من البوزيتيف للنيجاتيف. طب هو مين اللي بيتحرك بوزيتيف؟ هو ده صح غلط؟ الصح مين؟ الصح ان اللي بيتحرك هي النيجاتيف. بيتحرك من فين لفين؟ من النيجاتيف للبوزيتيف، ودي اسمها كارنت؟ لا، سموها اسمه الكترون دايركشن. طب هما مين صح؟ دول صح. طب ودول البوزيتيف تشارج دي صح ولا غلط؟ غلط. طب احنا ماشيين عليه، ماشيين على الغلط. بنحب الغلط الصراحه، مش هضحك عليكم. كل علم الفيزياء اتجاهاته غلط، حساباته صح. يعني كل علم الفيزياء، تخيلوا يا ولاد، تخيلوا انت بتدرس علم كهربائيه كل الاتجاهات بتاعته غلط. ليه؟ لان هو علم اتبنى على 40 50 سنه. فلما جاء العلم الحديث وقال لك اللي بيتحرك النيجاتيف طلع مش البوزيتيف، المفروض نتحرك في اتجاه العكس، قالوا تدوشوش اهلنا. قوانين هتتغير؟ لا. النتائج هتتغير؟ لا. اتجاهها هيتغير؟ هيفرق معاك في اي حاجه؟ قالوا لا. خلاص، خلي المعلومه دي بقى في سرك. طب هو ممكن في الامتحانات مثلا يسالونا يقول لك هو الالكترون دايركشن ماشي من فين لفين؟ اقول له من النيجاتيف للبوزيتيف، صح ولا ايه؟ لكن لو قال لك الكونفنشنال دايركشن، الاتجاه المعتاد، اتجاه الكرنت، ما قالش الكترون كرنت، تقول له من البوزيتيف للنيجاتيف، وهو بيتحرك البوزيتيف تشارج. طب مين الصح؟ الالكترون طبعا هو الصح، النيجاتيف هي الصح. ومين الغلط؟ ده الغلط. زي ما قلت لك ان علم الفيزيكس كله ما تبرقليش انت وهي، تقول ازاي ماشيها غلط؟ ازاي؟ اقول لك هو الفيزياء كلها قايمه كده. طب تعالى بقى نشوف ملخص كده للكلمتين الصغيرين احنا خدناهم. انا احب بعد ما اتكلم الخص، اموت انا في التلخيص. انا اول حاجه انت اتعرفت على 3 حاجات. الحاجه الاولانيه اسمها الالكتريك كارنت يا ولد، ودي زمان هي حركه البوزيتيف تشارج من النقطه اللي عندها البوتنشال العالي للنقطه اللي عندها البوتنشال القليل، من البوزيتيف للنيجاتيف يعني. وبعدين عرفنا ان الالكتريك كارنت او الحاجه الاتجاه الحديث هو حركه النيجاتيف تشارج من البوتنشال النيجاتيف للبوتنشال البوزيتيف. عرفنا يعني ايه كلمه بوتنشال ديفرنس. ايوه اللي اديناها رمز دلتا في، اللي هي الطاقه المستهلكه، الطاقه اللي استهلكناها عشان نحرك التشارج من النقطه اللي عندها بوتنشال عالي للنقطه اللي عندها بوتنشال قليل. هتكلم في الموضوع ده شويه كده، شويه حاجات خبيثه. وعرفنا ان في حاجه اسمها الالكتريك بوتنشال، ودي الطاقه اللي كل نقطه بتمتلكها. الفلوس اللي في جيبك دي فلوسك، لكن اللي عند البقال اللي انت صرفتها ده الفلوس اللي انت خسرتها. فالبوتنشال ديفرنس يعتبر ايه؟ الخساره في الطاقه، او انت بتتنقل من مكان لمكان، دفعت فلوس مواصلات والكلام ده كله. كان معاك 10 جنيه دفعت فلوس مواصلات، بقى معاك 3 جنيه، يعني فلوس المواصلات ب 7 جنيه، ده لو جبت حماره هياخد منك اكتر من كده. ماشي. الالكتريك بوتنشال بقى دي اسمها الطاقه التي تمتلكها النقطه. الكلام ده هتستخدمه من اول حصه في الفيزياء بتاعتك. انا بكلمك عن معلومات كهرباء. يبقى انا عرفت دلوقتي كام معلومه يا اولاد. حاجه اسمها كارنت، عاوز اقول لكم على حاجه صحيحه. الكتريك كارنت بيديها رمز اي، بوتنشال ديفرنس دلتا في. البوتنشال حد فاكر رمزه ايه؟ فاكر يا مريم رمزه ايه؟ بي في عينك. في رمزها كان ايه؟ في. الالكتريك بوتنشال في. مش مركزين، كلكم هترفدوا كلكم في الشغلانه ديت. الكتريك بوتنشال ايه؟ في. الالكتريك بوتنشال ديفرنس دلتا في. الكارنت انتنسي دي من عندي ليك رمزها ايه؟ اي. يعني اي. تعال
ايه ده ايه ده ايه ده ايه ده؟ شكل نوار عاوز يقول حاجه تانية، عاوز اقول حاجه تانية. عارف لما يكون معاك خزان ميه وخزان ميه، ده خزان ميه زي ما انت شايف ارتفاع الميه فيه بتاعه كبير قوي. اللون الاصفريكه فين؟ بحب اللون الاصفريكه في الوقت الاخضر الازرقيكه. ارتفاع الميه كبير جدا. ارتفاع الميه لما يكون كبير قوي بيكون البريشر على النقطه دي بيكون عالي، الضغط العالي. طب ممكن نقول ايه؟ الهايت لما يكون كبير فالبوتنشال انرجي، البوتنشال انرجي برضه بيكون عالي. خزان الميه الناحيه الثانيه ارتفاع الميه فيه عامل ازاي؟ صغير او قليل. يبقى البريشر على النقطه دي، البريشر اللي خدته السنه اللي فاتت في ثانيه سجك معكوسه ولا معكوسه كنتوش بتذاكروا القانون رو جي اتش بلس بي اي. طيب البريشر بيبقى قليل هنا لان ضغط الميه قليل، وممكن نقول برضه عشان ارتفاع الميه قليل نقدر نقول ان البوتنشال انرجي كمان ايه؟ قليله. افتكر لو انا المحبس ده هوب هوب شلت المحبس، افتكر الميه تتحرك من فين لفين؟ لو سمينا الخزان ده اكس والخزان ده واي، تفتكر الميه تتحرك من انهي خزان لانهي خزان؟ ها، الخزان اليمين للخزان الشمال. ده اسمه اكس يا عم، قول يا عم. من اكس لواي. من اكس لواي. ليه؟ لان احنا اتفقنا دايما البارتكل بيتحرك من البوتنشال انرجي الاعلى للبوتنشال انرجي الايه؟ اقل. وده اللي هيحصل. تفضل الميه تتحرك وارتفاع الميه هنا يقل، تروح هنا وارتفاع الميه هنا يزيد، فالميه تتحرك. انت عارف ان الحركه دي نفس فكره حركه التشارج. التشارج بيتحرك من البوتنشال انرجي او الالكتريك بوتنشال العالي للالكتريك بوتنشال القليل. لغايه امتى بقى؟ لغايه لما النقطتين يبقوا قد بعض في البوتنشال يا جميل. الميه هنا بتتحرك كده اهو لغايه لما يتساوى الارتفاع في الجنبين، صح ولا لا؟ هو ده الفكره. اللي انت شفته قدامك ده فكر الكهرباء. هنا بوتنشال عالي، الخزان ده عنده بوتنشال قليل، اللي ماشي في السكه ده اسمه الكرنت، اللي هي تشارج بتتحرك خلال فتره زمنيه معينه في كل ثانيه. الفرق ما بين البوتنشال ده والبوتنشال ده اسمه البوتنشال ديفرنس. وكل ما يكون البوتنشال ديفرنس عالي هيزق الكهرباء ده بشكل اكبر. يعني الخزان ده ارتفاعه اعلى كبير جدا، الخزان ده قليل جدا، الميه هتندفع بشكل اقوى، وفي الحاله دي هتخسر طاقه كتير لغايه ما يتساوى الخزانين دول. مع هي ده فكر الكهرباء. شفت الراجل جلفاني مشرطين زنك وكبر. زنك ده بيكون البوتنشال الكتريك بوتنشال بتاعه عالي. ده في حاجه في سلسله في الكيمستري هتدرسها اسمها كيميكال اكتيفيتي سيريز. زنك عنده هاي الكتريك بوتنشال، كبر عنده لو الكتريك بوتنشال. فلما اتحطوا الاثنين مع بعض جوه محلول الفورمالين بتاع جسم الضفدعه، وده المحلول الذي يسمح بمرور التشارج، اتحركت الالكترونز من الزنك الى الكبر، فعملت هوبا النفضه الكهربائيه دي الالكتريك كارنت، وتكون ما يسمى او تم استهلاك طاقه تسمى الالكتريك بوتنشال ديفرنس. دي الفكره. ببسط لك الموضوع. في اي دلتا في، صح؟ لكن في سؤال جامد جدا، ده سؤال بنساله دلوقتي. هو احنا بنحتاج طاقه لازم عشان نحرك الكترون؟ يعني ما ينفعش الكترون يتحرك لوحده، لازم يكون في طاقه عاليه وطاقه صغيره، لازم استهلك طاقه يعني. طب الطاقه اللي انا بستهلكها دي بتروح فين؟ بتحرك التشارج بس. وهل الطاقه اللي بيستهلكها التكييف زي الطاقه اللي بتستهلكها المروحه؟ هل الطاقه اللي بتستهلكها التويز بتاعتنا الالعاب الصغيره دي زي الطاقه اللي بيستهلكها التلفزيون؟ الطاقه دي بتروح فين؟ وليه اوقات بنلاقي اجهزه بتستهلك طاقه كبيره واجهزه ثانيه بتستهلك طاقه صغيره؟ في لسه عنصر باقي في الكهربيه. احنا عرفنا ان احنا محتاجين في عالي وفي قليل، وعرفنا ان الكهرباء بتمشي من الفي العالي للفي القليل، واثناء الحركه بنستهلك طاقه. بس القصه ان اوقات وهي الكهرباء ماشيه بنستهلك طاقه صغيره. يبقى معايا 10 فولت وبعد ما امشي يفضل بقى معايا 7 فولت، استهلك 3 فولت بس. وقت يبقى معايا 10 وبعد ما اتحرك يبقى معايا 1 فولت، استهلكت 9 فولت. ايه الحاجه اللي بتخليني استهلك الفولت؟ في لسه عنصر كمان عاوز اقول لكم عليه. العنصر ده اسمه الريزستور، ريزيستنس. بنديها رمز اسمه، عاوز اغير اللون، لا مش احمر، اسود.
رمز اسمه ار. الكتريك ريزيستنس. الالكتريك ريزيستنس مش عاوز اقول لك انا يعني قعدنا نتعب قوي عشان نجيب الشكل اللي انت قدامك ده. ده الغتاتة والغلاسة اللي موجودة في الدائرة الكهربائية، ده الغلس. ده الغلس بتاع الدائرة الكهربائية بتاعتنا. ده الغتاتة اللي هو ايه؟ مش هتعدي الا لما تأبجني. أبجني تعدي، اديني طاقة اعديك. ما اديتنيش طاقة مش هعديك. اللي لو معاك ما يلزمكش. انت بتتكلم في ازاي؟ تعالى بس هقول لك بس. ريزيستنس دي زي ايه؟ اي سلكه كهربائيه في البيت دي عباره عن ريزيستنس. اي سلكه كهربائيه دي عباره عن مقاومه كهربائيه. المقاومه الكهربائيه بنعبر عنها في الدوائر الكهربائيه بالشكل ده او الشكل ده. بنديها رمز ار، وليها يونت بتتقاس بالاوم، وليها العلامه دي اسمها اوميجا. وطبعا حضرتك اكيد يعني مش هخبي عليك ان اللي اكتشف الحته دي راجل اسمه ايه؟ مين؟ جس كده، خمن هو اسم اليونت ايه؟ اوم. اسم اليونت اوم. يبقى اوم ايه؟ اسم العالم اسمه اوم. يا اخوي، ما اللي اكتشف الالكتريك بوتنشال ديفرنس فولت، فسمى اليونت بتاعتها فولت. اللي اكتشف التشارج، مين فاكر اكتشف التشارج مين؟ جلفان. حمار. بص شغال معايا. كولوم. فعشان كده التشارج بتقاس بالايه؟ بالكولوم. الجلفانة بتاع الضفدعة. جالفانو ده بتاع الضفدعه، ده اكتشف ان في كهرباء، لكن اللي اكتشف ان في حاجه اسمها الكتريك بوتنشال عالي والكتريك بوتنشال قليل اسمه فولت. فعشان كده سمى الطاقه العاليه دي اسمها فولت عالي، والطاقه القليله اسمها فولت ايه؟ فولت قليل. مين بقى اللي بيستهلك الطاقه دي؟ ده الريزيستنس، المقاومه الكهربائيه. المقاومه الكهربائيه دي احب اقول لك شويه معلومات عنها. لو عندك سلكه في البيت صغننه فالمقاومه بتاعتها تبقى صغيره. اما السلكه بتاعت البيت لو طويله يبقى عندها ريزيستنس كتيره، غلسه قوي، غلسه قوي 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 قوي. يبقى ريزيستنس القصيره، السلك لما يكون قصير يعني غلاسه صغيره. السلكه لما تكون طويله يعني غلاسه كبيره. واللي غلس قوي بيستهلك بوتنشال ديفرنس عالي قوي. فالكهرباء اللي بتمشي فيه بتكون قليله. مقاومه كبيره هتخلي التشارج تمشي تبقى ايه؟ قليله عشان مقاومه كبيره. طب لو مقاومه صغيره، الكرنت اللي هيبقى ماشي اللي رمزه اي هيبقى ايه؟ كتير، وتستهلك طاقه صغيره. بص، ريزيستنس يعني ايه؟ غلاسه. غلاسه قليله تستهلك طاقه قليله وتعدي كرنت كتير. ما غلسناش على التشارج الصغننه اللي ماشيه دي، عديناها. طب لو الغلاسه عاليه، غلاسه كبيره، هتعدي تشارج قليله، وعشان هي غلسه قوي هتستهلك مننا بوتنشال ديفرنس اعلى كتير قوي، فتاخد مننا فولت كتير. طب اقول لك على حاجه كمان. طب افرض السلكه تخينه، التخينه دي طيبه، التخينه دي حنينه. لو السلكه تخينه التشارج تمشي في شارع كبير مرتاحه من غير ما حد يخبط فيها، دي تبقى غلاسه قليله. والغلاسه القليله مين يقول لي؟ الغلاسه القليله، برافو عليكي يا باشمهندسه مريم، برافو عليكي. الغلاسه قليله تستهلك بوتنشال ديفرنس قليل، وعشان هي طيبه وحنينه تخلي الكرنت اللي يعدي يبقى ايه؟ عالي. طب افرض السلكه دي صغننه ورفيعه واكله في نفسها. خلي بالك عندك من الرفيعين دول قوي. خلي بالك دول بيبقوا حضرتك عندهم غلاسه جامده. الالكترون يخش يلاقي حاره ضيقه يتلطش عندك على القفا، ما انتش معدي. ومنتهى الغتاتة والغلاسه، غلاسه كبيره، يستهلك طاقه كتير ويعدي كرنت قليل. يبقى حضرتك مستهلكات الطاقه هي الريزيستنس. طب ما اختبركم بقى، اختبركم. يلا قولوا لي. سلكه طويله، سلكه اريا بتاعتها ايه؟ ده رمز الاريا، رفيعه ثين. سلكه الاريا بتاعتها كبيره ثيك. سلكه طولها قصير. مين يقول لي بقى الطول الطويل ريزيستنس تبقى عامله ايه؟ غلسه قوي ولا نص نص؟ السلكه لما تكون طويله تبقى غلاسه كبيره ولا صغيره؟ ايه رايك يا باشمهندسه؟ الريزيستنس
لا كبيره. سلك طويل يعني طريق كبير همشي فيه، ده طريق كبير قوي. غلاسه، غلاسه يا اخويا، غلاسه. وانا لما اقول لك امشي مشوار كبير قوي قوي كده وانت بغلس عليك، دي ريزيستنس عاليه. والريزيستنس العاليه تستهلك طاقه عاليه وتعدي كرنت قليل. طب السلكه الرفيعه ضيقه دي، فاكرينها؟ الضيقه الريزيستنس بتاعتها والغلاسه بتكون ايه؟ غلاسه بتكون ايه؟ عاليه. والغلاسه العاليه بتستهلك طاقه عاليه وتعدي كرنت قليل. لكن السكه التخينه، تخينه، طريق كبير واسع، امشي براحتك، محدش يخبط فيك ولا حاجه، مفيش مقاومه كبيره ولا حاجه. تبقى ريزيستنس قليله، تستهلك طاقه دلتا في اللي هو البوتنشال ديفرنس قليله وتعدي كرنت كتير. ولما يكون طول السلك شورت قصير تبقى الريزيستنس قليله، والريزيستنس القليله بتستهلك طاقه قليله وتعدي كرنت انتنستي عالي. يا باشا شايف مرتبطين ببعض قوي، ار في اي مرتبطين ببعض جدا. الغلاسه هي المتحكمه، الغلاسه الكبيره تستهلك طاقه كتيره وتعدي كرنت قليل، الغلاسه القليله تستهلك طاقه قليله وتعدي كرنت عالي. شفتوا الكلام؟ طب بقول لك ايه، عاوز اقول لك استنتاج. ريزيستنس كبيره غلاسه كتير تستهلك طاقه ايه؟ كتير. طب هنا كتير وهنا كتير، ده لو كتر ده يكتر، يبقى دي علاقه دايركت ولا انفرس؟ ده زاد ده زاد، يبقى دي اسمها ايه؟ دايركت يا مستر. لكن الريزيستنس لما تكون عاليه الكرنت يبقى قليل، يعني يعدي تشارج قليل، يبقى دي علاقه ايه؟ انفرس يا مستر. ما دي الانفرس اللي انا كنت بحكي لكم عليها الحصه اللي فاتت ياض في ايه؟ في حصه الانترودكشن. حاجه تزيد حاجه تزيد يبقى دايركت، واحد يزيد الثاني يقل يبقى ايه؟ انفرس. يبقى الار لو زادت تزود الفولت، ولو زادت تقلل الكرنت، والار لو قلت يقل الفولت المستهلك، الطاقه المستهلكه تقل، لكن الكرنت يزيد. لسه انا معاك، هحكي لك حدوته. ده رمز الريزيستنس بقى حضرتك اللي بيتباع في السوق، هشرح حضرتك ان شاء الله لما تبقى باشمهندس قد الدنيا. ده رمزها كده. على فكره الالوان دي بتقول لك هي كام اوم يعني، بس ان شاء الله مش هقول لك الكلام ده. الرسم موجوده فين؟ كل الدوائر الكهربائيه، في موبايلاتنا، في ثلاجات، موبايلات، راديوهات، كل حته. الريزيستنس موجوده في كل مكان، ضروريه جدا جدا جدا. ضروريه عشان بتسالك طاقه بس يا مستر؟ لا، انا هقول لك كده، هوريك كده فيديو بسيط عن اهميه الريزيستنس. من غيرها كان ايه اللي ممكن يحصل في الدائره الكهربائيه؟ هوريك مثلا قصه الريزيستنس واللمبه والبطاريه. بص يا ولد، معلش اركن لنا على جنب كده الريزيستنايه ديت، سيبك من المنظر ده كده، بس المقدمه يقول لك خلي بالك مني. تعالى بنشوقك بس، دي ريزيستنايه. حلو الكلام؟ عم باسل ركز لي كويس قوي على الحته دي. دي ريزيستنايه موجوده في الدوائر الكهربائيه. بتتحط الريزيستنس دي في الالكتريك سيركت عشان لم تتحكم في مقدار التشارج اللي ماشيه، الكرنت يعني. فالكرنت لو كبير قوي ممكن يحرق اللمبه. بص دي لمبه متوصله ببطاريه، بص اللمبه بتصوت ازاي. هيلب مي هيلب مي، مفيش ريزيستنس، مفيش ريزيستنس في السيركت. اللمبه حصل لها ايه؟ هوبا ولعت. طب احنا هنحط ريزيستنس الغلاسه. بص خلت الكرنت يمشي ببطء، كرنت انتنستي. اللمبه شايف ازاي؟ الصوت مش هتتحرق. انت عارف ان الدوائر الكهربائيه من غير ريزيستنس تتحرق؟ بص الريزيستنس عباره عن ايه؟ الالكترون يا ماشيه بتخبط في الاتوم، الاتوم دي اللي بتعمل المقاومه، فتخلي الريت الكرنت، يعني الكرنت ما يمشيش بسرعه، ببطء شويه، فيولد حراره قليله. حضرتك الكرنت لما بيمشي نتيجه المقاومه بيحصل احتكاك، شفت الالكترون ماشيه خبطت في الاتوم، في الاحتكاك ده بيخلي الطاقه الحراريه تزيد، تمبرتشر بتزيد. بس احنا من غير الريزيستنس الطاقه الحراريه المستهلكه تبقى عاليه جدا، الشارج بتمشي بسرعه، تعمل احتكاك عالي، اللمبه ما تحملهاش، بوم تفرقع. عاوز اللمبه ما تفرقعش، ركب مقاومه. فالمقاومه الكهربيه الغلاسه اللي احنا بنتكلم عنها دي مفيده. دي بتتحكم في شده الكهرباء، ولما تحكم في شده الكهرباء خلي الدايره ما تحرقش. يعني ينفع ان انا ما اركبش ريزيستنس في السيركت؟ لا، لو انت ما ركبتش ريزيستنس في السيركت بيحصل كده في علم الكهرباء حاجه اسمها ايه؟ شورت سيركت. بيحصل حاجه اسمها ماس كهربي، بوم الدنيا تولع، بوم تفرقع. حضرتك لازم تركب ريزيستنس عشان ما يحصلش ان السلوك بتاعت البيت تسيح. ليه؟ عشان تتحكم في شده الكهرباء فتمشي
طريقه معينه يتحملها الدايره الكهربيه. يبقى الدايره الكهربيه بتاعتك دي ليها حسابات، هعلمها لك خلال السنه منوره، يظبطك يخليك جد كهرباء قد الدنيا. تمام؟ يعلمك كل سيركت محتاجه كام امبير. الامبير ايه الامبير ده اللي انت بتقولها من بقك دي؟ ما الكرنت انتنسي، وانا ما قلتلكش كرنت انتنسي اللي رمزه اي ده بيتقاس بالامبير. مين اللي اكتشف الكلام ده؟ عالم اسمه امبير. خلاص ما بقتش الموضوع بيستخبى. ها، البوتنشال ديفرنس رمزه في او دلتا في بيتقاس بيونت اسمها ايه؟ فولت. الريزيستنس اللي اكتشفها اوم بتتقاس بيونت اسمها مين؟ اوم. الريزيستنس بتتحكم في الطاقه وتتحكم في الكرنت، فبالتالي ما تخليش الدايره تتحرق. الريزيستنس من غيرها، شفت اللمبه عملت ايه؟ صوتت وعيطت، ما تحملتش الحراره الكبيره وولعت. طب انت عارف بقى ان الريزيستنس اللي بتستهلك الطاقه ديت في منها نوعين. بصوا، اولا بيقول لك الريزيستنس هي اللي بتستهلك الطاقه. في ريزيستنس بتستهلك طاقه قليله، في ريزيستنس بتستهلك طاقه عاليه. يعني مثلا فور اكزامبل، الريزيستنس اللي موجوده في اللمبه والليدات والموبايلات والحاجات دي بتستهلك طاقه صغيره، دول ما بيستهلكوش طاقه كبيره على فكره مننا. لكن تلاقي عندك الثلاجات والتكييف والدراير والكاسيت الاوكولايزر والكلام ده كله بيستهلكوا طاقه عاليه. اول ما تشغله تلاقي بابا واقف عند العداد يقول لك خرب بيت، لا الفاتوره ده اخر الشهر. دي اجهزه فيها مقاومه عاليه، فبتستهلك منك طاقه عاليه جدا، ولو ما كانش فيها مقاومه عاليه كانت هتتحرق. بس هي لازم تتعمل بالشكل ده. ليه؟ في ديزاين معين في الجهاز هنتكلم عليه واحنا بنتكلم في علم الكهرباء. ما تقلقش، احنا كل حاجه عندنا كلام. انا بديك معلومات ان جنرال عن الكهرباء كده، انت قاعده كده بتسمع معلومات عن الكهرباء بتاعت الدنيا. حضرتك يو ار يونج في سماع الكهرباء، فانا بسمعك معلومات عن الكهرباء في الدنيا بتاعتك. يا عم واضح ان الريزيستنس دي هي دي الخطر، دي اخطر حاجه في الدائره الكهربائيه، دي اخطر حاجه في السيركت كلها، لان هو ده بنسميها المعلم. المعلم اللي بيتحكم في الفي والاي. طب هل الفي والاي هما اللي بيتحكموا في الار؟ الار ده المدير، الفي والاي دول عمال شغالين تحتيه. عمر ما العامل يتحكم في المدير، والا يبقى المدير بطيخه على فكره يعني يا فندم. الار ده هو المتحكم. ار تزيد يستهلك طاقه كبيره ويقلل الكهرباء، ار تقل يستهلك طاقه قليله ويزود الكرنت اللي ماشي عندك في السيركت بتاعتنا. الريزيستنس اللي موجوده اللي هم الغلاسه دي في منها نوعين. في ريزيستنس ثابته فيكسد يعني قيمتها ثابته، وفي ريزيستنس فاريبل بيسموها ريوستيت، دي ريزيستنس متغيره. بص هوريك شكل بس، انا اجيب واحده منها كده عندي هنا في البيت، عندي اسمها ريوستيت دي، ولا دي كده ريوستيت، دي ريزيستنايه. بص اقول لك على حاجه حلوه قوي، بص اقول لك على حاجه حلوه. الكهرباء بتخش من هنا كده، ده اسمه سلايدر. ده اسمه ايه؟ ده اللي هو ده كده، ده اسمه ايه يا اولاد؟ سلايدر زالق. بص يا حماده، الكهرباء تروح داخله من هنا كده، شوف مكان البتاع ده بالظبط، دخلت كده. لا انا معلش، انا الله العظيم الذاكره، معلش. الكهرباء تخش من هنا تخرج من هنا. ازاي بقى قول لي تخش ازاي من هنا تخرج من هنا، دي ازاي دي؟ اقول لك. الكهرباء تمشي كده، تروح داخله في السلك ده، تفضل ماشي لغايه ما تلاقي سلايدر. اول ما تلاقي سلايدر تحب نطه وهوب خارجه كده. طب اخد السلايدر يبعد كده، ماشي يا باشمهندسه؟ الكهرباء تمشي كده، تمشي في السلك نفس الطريق ولا طريق اطول؟ طب كده اللينس حصل فيه ايه؟ يبقى الريزيستنس زادت، الكرنت هيقل. طب كده لو جبتها كده الكهرباء هتمشي في نفس طول السلك ولا السلك اقصر؟ يبقى انا كده بعمل ايه في الريزيستنس؟ بقللها، لان قللت الطول صح؟ ولما الريزيستنس تقل الكرنت اللي يخرج عالي. طب كده زودت الطول يعني زودت الغلاسه، زودت الريزيستنس، الكرنت يقل. يبقى ده بيتحكم في شده الكهرباء. الريوستيت بتتحكم في شده الكهرباء. ايوه يا مستر، ودي موجوده فين في السيركت بتاعتنا؟ ده سؤال خطير جدا. بص معايا كده، عندك على الريوستيت هي اللي كنت لسه بوريها لك اهي، ده سلايدر اهو. كل ما نقرب كده شايفين السلك، الكهرباء بتمشي في السلك اقصر، غلاسه اقل، كارنت يبقى ايه؟ اعلى. طب لما ابعد الكهرباء تمشي في سلك اكتر، ريزيستنس اكبر،
كارنت اقل. طب اقول لك على حاجه بقى، انا عارف ان انت عمال تقول ايه وده فايدته ايه؟ انا بتحكم في شده الكهرباء. ايوه، لما اتحكم في شده الكرنت انا استفدت ايه؟ طب انا هدي لك اكزامبل. انت عارف الريوستات دي موجوده في البيت عندنا؟ مستر انا مستر لفيت البيت حته حته ما لقيتش واحده زي دي موجوده عندكم انتوا بس. يا عم اقعد بقى يا عم، دي بتاعت المعمل اللاب يعني كده، وانت جوه اللاب كده. بس تعالى اقول لك، شوف الزرار ده. ايه الزرار ده؟ الزرار اللي بتعلي وتوطي منه الصوت ده ريوستات. انت عارف مثلا انا عاوزك تعملي اصوات حلوه بس زرار زي ده الزرار اللي بيعلي الصوت ويوطي الصوت. ده ريوستات موجوده عندك في البيت، مش دي موجوده عندي انا في معملي، دي عندنا كلنا في البيت. عارف لما انت بتبقى عاوز تعلي الصوت، علي الصوت، بتعمل ايه؟ تروح جاي موطي الار، تقلل الار. فلما الريزيستنس تقل، الغلاسه تقل، الكرنت ايه؟ يزيد. تبقى سامع الصوت عالي قوي. سامعين الصوت ده؟ طب انا عاوز اوطي الصوت لحسن بابا عندك ايه يقول لك ايه اللي انت مشغله ده يا حماده؟ توطي الصوت، تعلي الار، تحرك البكره فالريزيستنس تزيد. الريزيستنس لما تزيد الكرنت يقل فالصوت يقل. وعلى فكره اللي انتوا سامعينه ده مش اختياراتي، دي اختيارات عم باسل ورا، براحتكم. طب مستر المراوح بقى، الزرار بتاع المروحه ده بيتحكم في سرعه المروحه، صح ولا لا؟ تعال اقول لك مثلا، دي مروحه عندنا جميله قوي، جميله قوي المروحه اللي جايه دي. عندها ريزيستنس كبيره. لو انت عليت الريزيستنس، ايوه يا عم، شيل زرار بتعلي منه السرعات وتوطي منه السرعات، ولا ما فيش زرار؟ في زرار. عندك زرار ولا ما عندكش زرار؟ عندي زرار. لو انت زودت الار الكرنت يقل. طب الكرنت لما يقل سرعه المروحه تبقى ايه؟ بطيئه، وماشيه بالراحه. مفيش يا عم، الدنيا حر يا عم، الدنيا حر يا عم. قلل الار، تلعب في البكره كده، بتقلل الريزيستنس، تعلي الكرنت يزيد. انت عارف لما الكرنت يزيد يا حماده سرعه المروحه تبقى عامله ازاي؟ ادي بقى عندك جمدان. الله 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 الله. الزرار بتاع الاباجوره اللي بتزودي وتقللي منه الاضاءه بتاعت الاباجوره ده ريوستيت. مقاومه متغيره، مقاومه فاريبل، تقدر تزودها وتقللها. يبقى شفت الريوستيت دي مهمه ازاي؟ ريزيستنس تتحكم في الكهرباء، تخلي الجهاز ما يتحرقش. اقدر اتحكم في كفاءه الجهاز، خليها عاليه او قليله. باش احنا عملنا حاجات كتير جدا. حضرتك ثانيه واحده بقى، طب يا مستر دلوقتي لو انا عاوزه اولد كهرباء، ايه اللي انا محتاجاه؟ عاوز تولد كهرباء؟ مين فاكر عمو جلفاني؟ كان ماسك مشرطين، حد فاكر مشرط فيهم مصنوع من ماده ايه والتاني من ايه؟ زنك وكبر. مركزه يا مريومه، شاطره جدا جدا جدا. انا اسعد قلب مريومه في كل حصه جايه، بس مش متوفره معانا على طول. طيب الزنك، وقلنا ده بيكون عنده هاي الكتريك بوتنشال ديفرنس. كبر ده المشرط الثاني، لو الكتريك بوتنشال ديفرنس. فالالكترون هوبا تنط من الاتوم دي، يحصل لها اوكسيديشن لتفقد الكترون. دي ريدكشن، جين الكترون. دي اوكسيديشن لما تفقد الكترون تتحول تبقى بوزيتيف ايون. يا لهوي مستر. نعم مستر. يخرب بيت عاوز ايه؟ مش دي يا مستر كده الكيمياء؟ كيميكا كيمياء دي تروح كده، كيميكا اوكسيديشن عندك هنا اهو، تفقد الكترون تتحول تبقى دي بوزيتيف. نيجاتيف مع حضرتك هذا اللي تشارج تنط تروح رايحه عندك هنا. دي جين الكترون تبقى نيجاتيف، يحصل لها ريدكشن. حبايب قلبي، اوكسيديشن وريدكشن ده اسمه تفاعل كيميائي، كيميكال انرجي. الكترون لما بتتحرك بتعمل الكتريك انرجي. فاحنا اللي عملناه دلوقتي هو عمليه تحويل الكيميكال انرجي تو الكتريك انرجي. وده كانت فكره عمل البطاريات. البطاريات ايوه اللي موجوده عندنا، البطاريات الموجوده في الريموت كنترول. بس خد البطاريه بتاعت الريموت كنترول. بس هدي فين البطاريات بس؟ ماشي اطلع لكم بطاريه من هنا. بطاريات عايز يقول بطاريه اللي شكلها ايه؟ بطاريه شكلها ايه؟ يا عم هتزهق. بطاريات باتري يا دي. البطاريه دي في جواها انود وكاثود. ما تقولش كده، انود وكاثود. واحد يعمل اوكسيديشن والتاني يعمل ريدكشن ويديك كهرباء تولع في الدايره الكهربائيه، تحطها كده تعمل لك كهرباء عندك في الريموت، وتعمل لك كهرباء التلفزيون، الكلام ده كله. وده بطاريات بتحول الكيميكال انرجي تو الكتريك انرجي. يا خبر،
ده الفيزياء طلعت جميله قوي، وطلع الموضوع عندك لذيذ قوي. يعني انا كل اللي انا في حياتي ده كيميكال انرجي والكتريك انرجي؟ لا، مش كل حاجه في حياتك. البطاريات اللي بتشغل التويز، الالعاب والريموت كنترولز ديت اسمها، والدراعات بتاعت عندك الاكس بوكس والبلاي ستيشن، ايوه هي ديت عندك، دي بنحول الكيميكال انرجي تو الكتريك انرجي. لكن في عندك تطورات اخرى. هنا بفكرك بعمو جالفاني، بس بفكرك بجالفان ده اول واحد بتاع الضفادع ده، هو اول واحد اكتشف الكيمياء الحيويه، انها ممكن احول الكيمياء الكهربائيه من طاقه كيميائيه من جسم الضفدعه. تخيلوا يا ولاد ان من جسم الضفدعه والمسمارين اللي كان ماسكهم دولت، والدنيا كانت مقصره معاه، جاب واحد زنك واحد كبر وشغال بيهم، والكهرباء اللي شفناها ديت، تخيلوا ان العلماء ما بيشوفوش ان في حاجه حصلت بالصدفه في الدنيا، لكن كل حاجه لها قدر. اكيد ربنا سبحانه وتعالى قدر لنا ان احنا نتعلم هذا العلم في هذه اللحظه، ونعرف ان احنا ممكن نحول كيميكال انرجي تو الكتريك انرجي، فصنعنا الباترز اللي موجوده. وطبعا الصناعات بتتطور في صناعه البطاريات ديت. بس انا عاوز اقول لكم ان البطاريات اقوى قوه ممكن تطلعها لنا 12 فولت. يعني نقدر نستهلك من البطاريه اكبر حاجه 12 فولت. انتوا عارفين الكهرباء بتاعت البيت، اي لمبه في البيت، اي تكييف في البيت، اي حاجه في البيت تاخد كام فولت؟ 220 فولت. عمرك شفت تكييفات شغاله عندك بالبطاريات؟ عمرك شفت الثلاجه عندكم؟ بص كده في الضريه، يقول لك هي الثلاجه شغاله معاها بالبطاريه؟ البطاريه يا عم بفيشه. الفيشه دي هي عباره عن كهرباء يوصل الفولت بتاعها ل 220 فولت. طب دي جت ازاي بقى؟ عشان اقول لك جت ازاي لازم احكي لك الحدوته من اولها شويه. واول حدوته ديت عشان اقولها لك، الماجنت. اي ماجنت بيتكون من طرفين، كلنا عارفينها، بنقعد نلعب بيها والكلام ده كله، نورث وساوث. وهذا الماجنت بيخرج منه حاجه اسمها ماجنتيك فيلد. ايوه اللي انت شايفه ده يا ولا، الخطوط اللي انت شايفها اللي بتخرج من نورث للساوث دي بيسموها في علم الفيزيكس ايه؟ ماجنتيك فيلد. عاوز اشوف دقه الملاحظه بتاعتكم. هي ماجنتيك فيلد ماشيه من فين لفين؟ من النورث للساوث، من الاحمريكا للازرقيكا. على فكره اوقات بنروح نشتري ماجنت بتلاقي نصه احمر ونصه التاني ازرق، ومش مكتوب على مين فيهم النورث فين الساوث. يقول لك انت ما اتعلمتش. الاحمر اتفق ان اللون الاحمر هو النورث. بص، ده جهاز دينامو، ودي بطاريه، دي ماجنت، سوري. الاحمر ده مين؟ ده نورث. الازرق ده مين؟ ده ساوث بول. هو ده حاجه كده معروف. ايوه ده حاجه معروفه. ممكن احمر مع ابيض، احمر مع اسود، اهم حاجه الاحمر. الاحمر ده اللي هو مين؟ نورث بول. دايما متفق اللون الاحمر ده النورث بول، والتاني ده اللي هو تيفر بقى ايه، بس هو طبعا مشهور جدا احمر وازرق. طب بيبقى في حاجه اسمها ماجنتيك فيلد خارجه من النورث للساوث. طيب تعالى اقول لك بقى الفيزياء ماشيه ازاي. احد العلماء كان قاعد في بيتهم بيلعب. هي الدنيا بتبدا بلعبه. جايب سلكه وجاب مغناطيس، جاب سلكه سوري وبطاريه. انت عارف ان البطاريه اللي موصله بالسلكه، السلكه دي بتتحول تبقى ماجنت؟ والله دي حاجه هندرسها في شابتر 2. لكن في عالم تاني اسمه الحاج فاراداي، جاب مغناطيس، والمغناطيس ده بيخرج منه ماجنتيك فيلد بيمشي من النورث للساوث. لاحظ ايه بقى؟ كل ما يقرب الماجنت من السلكه، السلكه بتتحول لبطاريه وبتطلع كهرباء. ايه؟ والله مغناطيس وسلكه وحركه. اديله ادي. بص 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 الواد، بص الواد بيعمل ايه؟ جايب ماجنت وسلكه، اما السلكه اتحولت لبطاريه، اما فجاه مطلعه كهرباء. بس خلي بالك، انت بتولد كهرباء دلوقتي بطريقه تانية. انت لما تتحرك وتدخل الماجنت او تخرج، اللمبه بتنور. انت عارف انت بتعمل ايه؟ انا بعمل ايه؟ انت بتحول الطاقه الحركيه لطاقه كهربائيه. عارف انت سمعت عن جهاز مشهور جدا اسمه الدينامو؟ ده بقى التطور العلمي. الدينامو يلف يتحرك يقطع الماجنتيك فيلد. ده هناخدها في شابتر 3 بالتفصيل بقى. ولما يقطع يولد كهرباء. انت كده بتحول الميكانيكال انرجي تو الكتريك انرجي، وده بيطلع لنا فولت يصل ل 220 فولت. ودي الكهرباء اللي موجوده في بيوتنا جايه من جنريتورز، دايناموز.
بنحول الطاقه الحركيه لطاقه كهربيه عن طريق لما سلك معدني يقطع خطوط المagnetic فيلد. يعني سلكه ومagnetic فيلد وحركه، سلك ومagnetic فيلد وحركه يولد كهرباء. طب والكهرباء دي احسن من بتاعه جالفاني بتاع الضفادع يا مستر؟ يا عم جالفاني بتاع الضفادع ده اخره طلع 12 فولت، احنا هنا ممكن نولد بال 10000 فولت وال 100000 فولت كمان. ده الدينامو ده حاجه جامده جدا. لكن بس في مشكله ان اوقات الطاقه دي بيطلع منها بوليوشنز، لانها بتحتاج وقود اوقات في تشغيل الاجهزه. يعني انا اجيب الحركه دي منين؟ اوقات بنجيب الحركه من الهواء، ودي ما فيهاش مشكله، دي طاقه نظيفه قوي. ممكن اجيبها من مفاعلات نوويه، النيوكلر النيوكلر رياكتورز. المفاعلات النوويه دي بيحصل انفجارات نوويه جوه المفاعلات، تطلع حراره، فالحراره دي تطلع دخان، والدخان ده يعدي على مراوح يخليها تتحرك وتلف. بس المفاعلات النوويه في مشكله انها بتطلع بوليوشنز. البوليوشن دي بتترمي في الدول الناميه بقى، افريقيا والكلام ده كله، ما تروحش ترمي في اوروبا، ترمي عندنا هنا في البحار والكلام ده كله، فعملت تلوثات. فالناس قالت ايه الفلوس بتاعتكم قليله، مش صوتوا عشان يعني ما ترموهاش عندنا، ما صوتوا عشان الفلوس اللي بتتحط عندنا الحاجات ديت قليله، ادفعوا اكتر شويه عشان نعرف نتعالج من القرف اللي انتوا بترموه عندنا. بس الدول التانيه دفعت كتير فزهقت، فابتدوا يفكروا في طاقه نظيفه شويه. ممكن نحول حضرتك السولار انرجي تو الكتريك انرجي بالليل، يعني الدنيا ضلمه مش مستفيدين قوي لان طاقه القمر الامور ده مش جامده قوي. لكن اول ما بتطلع النهار الشمس الشموسه بتطلع لنا. اكتشف عالم اسمه اينشتاين، اوبا اينشتاين يا كبير، ان في بعض انواع الميتالز وبالذات البوتاسيوم والسيزيوم عند سقوط الاشعه الضوئيه عندك عليهم، النبي بقى نزل لي الاشعه الضوئيه بعد اذنك، ايوه كده، فدي اسمها سولار انرجي. سولار انرجي طاقه ضوئيه تقع على سطح الميتال. الميتال جواه ايه يا اولاد؟ جواه الكترون، فالالكترون تاخد الطاقه الضوئيه وتتحرر تبقى فري وتخرج تخرج تخرج ايوه تبدأ فين؟ تعمل لنا كرنت ويمشي الكهرباء دي تروح داخله على بيتنا، نستفيد بيها في بيتنا، شغل لي بقى الغسالات والثلاجات وبتاع والكلام ده كله. وفي هذه الحاله قمنا بتحويل الطاقه الضوئيه الى طاقه كهربائيه. We convert now solar energy to electric energy. اينشتاين يا ابن الذين، اينشتاين خد جائزه نوبل على الكلام ده يا جماعه، الكلام ده كده. طبعا بعد كده العلماء هتلاقي اسامي تانية غير اينشتاين في تطوير، مثلا مش اينشتاين ده بتاع القنبله النوويه بصراحه هو اوبنهايمر. شفت الفيلم بتاع اوبنهايمر؟ كنت شفتوه ما فهمتش حاجه صح؟ اقسم بالله العظيم انا كنت قاعد في الفيلم بتفرج، نص الناس قاعده نايمه، فالفيلم فوق ل4 ساعات الناس فاهمه ايه؟ مش فاهمين ايه اللي بيحصل وايه الحوار ما بين اوبنهايمر واينشتاين، بيتكلموا عن ايه؟ بس الناس حاسه ان هم علماء. حضرتك هتفهم الكلام ده في المودرن فيزيكس ان شاء الله. تمام؟ تعرف ان اينشتاين له انجازات اخرى، عمل حاجات في الليزر وعمل حاجات ده راجل تقريبا كان فاضي، كان قاعد صايع تقريبا، كانش وراه حاجه غيرنا ولا ايه؟ ماشي، مهم. فاحنا كده يا فندم عندنا كذا طريقه نقدر نحول بيها عندك الطاقه. يبقى احنا ايدينا نقدر نحول ايه كمان؟ ايه بقى؟ عملنا كام تحويل طاقه النهارده انا وانتوا مع بعض؟ الضفادع حولنا طاقه ايه لطاقه ايه؟ كيميكال انرجي تو الكتريك انرجي. برافو. سلكه بتتحرك جوه المagnetic فيلد عمل الكهرباء زي الدينامو، حولنا ايه لايه؟ طاقة حركية وطاقة كهربائية. حلو، حركيه كهربائيه اموت فيك كده عندك يا في المهلبيه كده. ميكانيكال انرجي والكتريك انرجي، احنا معانا صنفين، صنف لغات صنف عربي هنا، بس كل حاجه موجوده عندنا، جميع انواع اللانجويجز ماشي، والبيئه كله معانا، كل الانواع معانا ماشي. فاحنا كده بنحول. بعدين شفنا بقى اينشتاين كده حول ايه لايه بقى؟ ها، سولار انرجي تو الكتريك ايه؟ انرجي. كل دول بدات من الالكترون. عرفت ليه انا بدات بكان يا مكان في قديم الزمان؟ ده شكل الاتوم، هذا الالكترونايه الصغنططه دي هي اللي عملت الكيميكال انرجي، نطت من اتوم لاتوم صح؟ وعملت كهرباء. طب واحد يقول لي طب الالكترونيه دي عمل بقى كهرباء ازاي في المagnetic فيلد لما دخل في وسط الكويل؟ دي حضرتك في شابتر 3 هتعرفها، انت عارفها كده دلوقتي عندك، مش كل حاجه يعني انت في كل حاجه في وقتها دلوقتي، انا بديك معلومات جنرال يعني كده، انت راجل عندك زيرو اندر زيرو الكتريستي وانا بحاول يخلي عندك معلومات كهربائيه ولا. واينشتاين قال لك ان الطاقه الضوئيه عندما تسقط على سطح الميتال فان الالكترونز اللي موجوده جوه سطح الميتال تكتسب طاقه فتهرب جو اواي فروم ميتال فتدي لك كهرباء، تديك الكتريك كارنت. بص كده معايا بقى، خدت بالك من حاجه؟ انا عاوز اقول لك على حاجه بقى، في احد انواع الاكتشافات برضو عاوزك تبقى راجل فيزيائي. عارفين ان انت لو جبت اي سلكه عاديه، سلكه
سلكه زي دي، يالا سلكه عاديه جدا، وصلتها ببطاريه، بطاريه. انت عارف ان السلكه دي بتتحول الى مغناطيس، ماجنت. مستر، يعني انا لو جبت كهرباء عديتها في سلكه، السلكه دي تتحول لمغناطيس؟ ايوه اهو، عم بيعملوا بيها المغناطيس الكهربائي، بيستخدموه في جرس الباب، الانتركام والاجراز عندك بتاعه المدرسه والكلام ده كله. بيعملوها ازاي دي يا مستر؟ مش معقوله بقى وانا لسه بعلمك. جهاز الانتركام والجرس بتاع الشقه ده انت عارف عباره عن ايه؟ انت اول ما تدوس على الزرار ده، لو افترضنا ان صباعي ده اللسان بتاع الباب، في ورا اللسان بتاع الباب مغناطيس، اما بتدوس على الزرار، ده حته سلكه، سوري ده مش مغناطيس، دي حته سلكه عاديه، اما بتدوس على الزرار بتمشي الكهرباء في السلكه دي، فالسلكه دي تحاول تبقى ايه؟ ماجنت. تعمل ايه في اللسان بتاع الباب؟ تشد لورا يروح الباب يتفتح. اه والله يا اخوي، اه والله. طب الجرس بتاع الباب زي صباعي ده، هو صباعك ده معانا في كل حته؟ معانا في كل حته. حضرتك دلوقتي بيكون في هنا ميتال وهنا ميتال، الكهرباء بتعمل بقى ايه؟ تعدي في الميتال ده والميتال ده. اللسان بقى اللي في النص ده يعمل ايه بقى؟ مره الميتال ده يتحول لماجنت، فاللسان ده يخبط كده، ومره اللسان ده يخبط كده، فيفضل في كده عندك حته حديده كده، الحته في عندك اتنين ميتال في الجنب كده، بص هنا كده ميتال كده، يعني ده للتبسيط، يعني للتبسيط، حته ميتال كده، حته ميتال كده، وهنا الجرس. الكهرباء اول ما تعدي في الحته دي فتتحول تتحول لمغناطيس، فالميتال ده ينجذب هنا، مع ميتال مع الماجنت يعمل اتراكشن، ده ماجنت. بعدين الكهرباء تقطع، بعدين تروح معديه الكهرباء هنا، فده يبقاش ماجنت وده اللي يبقى ماجنت، فحته الايه؟ الحديده دي تخبط هنا، تفضل الكهرباء تيجي هنا وتيجي هنا، فالحديده تعمل تين 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 اللي هو الجرس بقى بتاع بقى المدرسه الجامد بتاعنا ده ليه؟ عشان لما الكهرباء بتعدي في اي سلكه بتتحول الى ماجنت. تعال اقول لك على معلومه كمان، مش عارف عم بيقول لك على معلمه كمان، معلومه دي معلومه مش معلمه، دي معلومه مش معلمه. بص بقى كده معايا، احنا لسه متفقين ان اي ماجنت عباره عن نورث وساوث، الاحمريكا نورث والازرقيكا ساوث، صح ولا لا؟ وعرفنا ان في ماجنتيك فيلد بتخرج من النورث للساوث. طب انت عارف بقى الماجنتيك فيلد دي حاجه ما بتتشافش، عرفوا منين ان الماجنتيك فيلد تخرج من النورث للساوث؟ جابوا كومباس. شايف المؤشر بتاع الكومباس؟ واحد احمر وواحد ازرق، يبقى ده ماجنت. المؤشر بتاع الكومباس ده مغناطيس مبطط رفيع قوي 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 قوي. ايه القصه بقى عندنا؟ لما جبنا الكومباس وحطيناها جنب الماجنت، لاحظنا حاجه، ده اللون الاحمر، لاحظنا ان دايما الكومباس بتشاور على اتجاه المagnetic فيلد. يعني ركز كده معايا، شايف الحركه ده اللون الاحمر اللي هو النورث بول ده. طبعا كلنا عارفين نورث مع نورث، لو انا معايا طرف نورث وطرف نورث بيعملوا مع بعض ريبالجن، طرف ساوث مع طرف ساوث برضو بيعملوا ريبالجن. طيب لو طرف نورث مع طرف ساوث بيعملوا اتراكشن، فهتلاقي دايما النورث بينجذب ناحيه الساوث. بص شايف النورث ده نورث بول، ده ماجنت، ده مغناطيس ده على فكره، ينجذب ناحيه الساوث ويعمل ريبالجن مع النورث. انت عارف ان حركه الكومباس ديت هي اللي وريتنا شكل المagnetic فيلد، هي اللي عرفتنا المagnetic فيلد ماشيه من نورث للساوث ازاي. انا لما احط كومباس هنا هتلاقي دايما الطرف اللي لونه احمر بيبعد عن النورث وينجذب ناحيه الساوث، شايف خطوط المagnetic فيلد ماشيه كده صح؟ الكومباس لما انت بتحطه هنا تلاقي المؤشر لونه احمر بيشاور في الاتجاه ده كده اهو. طب لو انت حاطط الكومباس هنا، لو جدع قول لي مشاور ازاي؟ لو انا حاطط الكومباس هنا كده فالمؤشر لونه احمر هيشاور ناحيه الساوث كده. طب انت حاطط الكومباس هنا، المؤشر لونه احمر يشاور ناحيه الساوث، دايما خد اتجاه. لكن لو انت حاطط كومباس هنا فالطرف النورث مع النورث يعمل بالجن، عارف لو ده لو النورث كده يعمل بالجن، يعمل كده عشان يبقى النورث مع الساوث يعملوا اتراكشن. حركه البوينتر بتاع الكومباس هتلاقيها عامله كده اهو، ماشيه كده. شوف انت لو مسكت كومباس هتلاقي ان بتقول لك ان المagnetic فيلد خارجه من النورث داخله في الساوث. حركه المؤشر الاحمر بتدل على حركه المagnetic فيلد. معلومه يا جماعه اعرفها، مش عاوزك تحفظها، مش هسالك عليها عندك، بس اعرف ان احنا عرفنا اتجاه المagnetic فيلد من حركه الكومباس. طيب حبيب قلبي كده انت عرفت شويه معلومات، تيجي الخص لك كل اللي انا قلت لك عليه. تعالى، انت عرفت معلومه عن حاجه اسمها الالكتريك كارنت انتنسيتي، بنديها رمز اي،
وعرفت معلومه عن الالكتريك بوتنشال وهي الطاقه التي تمتلكها اي نقطه موجوده عندنا، اديناها رمز في. وعرفت معلومه عن الالكتريك بوتنشال ديفرنس وهي الطاقه المستهلكه لما التشارج تتحرك من النقطه اللي عندها فولت عالي للنقطه اللي عندها فولت قليل. يبقى الكتريك كارنت بيتحرك من الفولت العالي للقليل، وهو بيتحرك بيستهلك بوتنشال ديفرنس. مين اللي بيستهلك البوتنشال؟ هي ريزيستنس. والريزيستنس منها نوعين، نوع فيكسد وده قلنا اللي بيحمي الدايره الكهربائيه ما تتحرقش، ونوع فاريبل ريزيستنس وده اللي بيخلي الجهاز يطلع صوت عالي او صوت قليل، يتحكم في شده الكهرباء، مروحه تلف اسرع، مروحه تلف اقل، اسمها مقاومه متغيره. عرفنا عندك ان الاتجاه الحديث ان الالكترونز هي اللي بتتحرك، اسمه الالكترون دايركشن، وكانوا زمان فاكرين ان اللي كان بيتحرك هو البوزيتيف تشارج، وده اسمه اتجاه الكونفنشنال، بيتحرك من البوزيتيف للنيجاتيف. عرفنا انا وانت ان اي بطاريه ليها طرفين، طرف طويل ادينا بنعرفه وطرف قصير. الطرف الطويل ده الطرف اللي عنده فولت عالي، والطرف القصير ده الطرف اللي عنده بوتنشال قليل. يعني ده كده فولت عالي عشان كده بيديها طرف طويل، وده فولت قليل بيديها طرف قصير، ده الطرف النيجاتيف وده الطرف البوزيتيف. دي رمز البطاريه بتاعتنا، طرف بوزيتيف وطرف نيجاتيف، طرف عنده فولت عالي وطرف عنده فولت قليل. العلم حضرتك الكهرباء بتمشي منين لمين ده حسب كان الاكتشافات زمان. كانوا زمان فاكرين ان اللي بيتحرك هو البوزيتيف تشارج، فكانت بتتحرك من الطرف البوزيتيف للطرف النيجاتيف. حديثا عرفنا ان اللي بيتحرك هو النيجاتيف، وده بيتحرك من النيجاتيف للبوزيتيف. بس قلنا مين الصح؟ الالكترون، والغلط هو البوزيتيف. الصح هو النيجاتيف تشارج اتحرك، ده اسمه الكترون دايركشن. اما الاتجاه القديم اسمه الكونفنشنال دايركشن. فحضرتك دلوقتي احنا ماشيين على الاتجاه الغلط، ده اللي احنا ماشيين عليه، ده الاتجاه الصح، ولكن الى الان احنا شغالين باتجاه الكونفنشنال دايركشن. عرفنا ازاي بنولد طاقه؟ عرفتوا كان عندنا 3 طرق. اول حاجه احنا ممكن نحول الميكانيكال انرجي تو الكتريك انرجي، صح؟ وقلنا ممكن نحول الكيميكال انرجي تو الكتريك انرجي زي بتاع الضفادع، وده زي الدينامو. وقلنا ممكن نحول السولار انرجي تو الكتريك انرجي زي عمو اينشتاين لما اكتشف الطاقه الشمسيه وتحول للطاقه الكهربائيه. عرفنا 3 حاجات في علم الكهربيه ب3 رموز مهمه جدا، في اي ار، ودي هتبقى حدوته اول حصه. تقدر تقول لي مين اللي بيتحكم؟ مين المدير العام في كل دول؟ الار. الريزيستنس غلاسه، لو كبيره تستهلك فولت عالي والكرنت يبقى قليل، الريزيستنس قليله تستهلك فولت قليل والكرنت يبقى ايه؟ يبقى عالي. دول 3 معلومات احنا عرفناهم، كل دي معلومات احنا خلصناها. باقي معلومتين ويبقى كده اكتمل معلوماتك عن الكهربائيه. معلومتين حلوين قوي. اوقات تروح تشتري معلومه عن باور. بص كده الفرق ما بين مصطلح اسمه الكتريك باور والكتريك انرجي. ايه الباور؟ الباور بالمعنى باللغه العربيه هي القدره الكهربائيه. الكتريك باور يعني القدره الكهربائيه. اما دي اسمها الطاقه الكهربائيه. تحس ان الفرق ما بينهم شعر قوي. الباور بتتقاس بيونت اسمها وات، اما الانرجي بتتقاس بيونت اسمها جول. وات اسم العالم. هقول لك بس كده الباور ايه. اوقات تروح تشتري لمبه، ابوك يبعتك تروح جايب له لمبه 100 واط. طبعا اللمبات في البيت زي ما انا قلت لك ان كل اجهزه البيت بتشتغل عندك على الفيشه، والفيشه 220 فولت. يا اولاد الحلال معلومات اعرفوها، دي حاجات في بيتنا فعلا. الكهرباء جوه بيتنا 220 فولت. لو انت جبت لمبه 100 واط تلاقي الاضاءه بتاعتها عندك جامده جدا. يعني قدره اللمبه، الباور بيديه رمز بي. اللمبه عندها قدره كبيره قوي انها تحول الكتريك انرجي تو لايت انرجي. اما لو جبت لمبه مكتوب عليها مثلا 60 واط على قد فلوسك هتلاقي تلاقي اضاءه اللمبه ضعيفه. اضاءه اللمبه ضعيفه مع انها شغاله ب 220 فولت. بس ايه السبب العلمي ورا الكلام ده كله واحنا بندرس؟ هقولها لك، انا بعرفك يعني ايه باور. يعني الجهاز اللي الباور بتاعه عالي تلاقي صوته عالي، تلاقي اضاءته عاليه لو هو لمبه، تلاقي تكييف يديك بروده اقوى لو هو تكييف، تلاقي مكنسه بتشفط جامد لو بتكلم عن مكنسه، تلاقي غساله بتغسل وبتلف جامد لو بتكلم عن غساله. فالباور العالي يعني جهاز
بيقدر يستهلك طاقه عاليه جدا جدا. والباور قليل يعني جهاز بيستهلك طاقه قليله. ما تفرحش قوي لما تجيب لمبه عندك بتنور جامد قوي وتكييف بيشتغل جامد جدا. طبعا عم جيمس وات هو العالم اللي قدم لنوار اكاديمي هذه الخدمه يعني الكبيره جدا، وفهمنا ان الباور عباره عندك عن مين؟ ده معلومه بحب ان انا بس كده اقول لك بقى اتولد سنه كام مات سنه كام، ما علينا يعني، ده عمه حاج وات، جيمس وات الكبير قوي. طيب الالكتريك انرجي كده والباور، خلي بالك ان الالكتريك انرجي ده الباور اللي انت بتستهلكه في زمن اكتر من ثانيه. يعني انت جبت عندك تكييف، التكييف الباور بتاعه 1000 واط، باور 1000 واط. لما اقول لك ان الباور 1000 واط يعني في كل ثانيه بيستهلك 1000 جول عشان يحول الطاقه الكهربائيه الى طاقه حراريه بروده. طب انا لو الباور ده باور بيتعمل في ثانيه، لو انا شغلت الجهاز نص دقيقه يعني 30 ثانيه، 1000 في 30 ده يديك طاقه كهربائيه الكتريك انرجي. فالكتريك انرجي هو الباور المستهلك في زمن اكتر من ثانيه، لكن الباور طاقه مستهلكه في لحظه. فالباور طاقه والالكتريك انرجي طاقه، بس دي طاقه في ثانيه، كان دي الطاقه في ساعات، في مينت، في زمن اكتر من ثانيه. العداد بتاع البيت بيقيس لك حاجه اسمها كيلو وات اور، استهلكت كم وات في كم ساعه، فالعداد يعد عليك. خلي بالك ان جهاز التكييف زي ما انا قلت لك والثلاجات والكلام ده كله اجهزه اللي بتستهلك طاقه عاليه، يعني الباور بتاعها عالي، لما بتشغلها لفتره طويله جدا كده العداد هيعد جامد جدا. والعداد لما يعد جامد جدا ادفع يا حماده. حماده مين؟ ابو حماده هيدفع. وابو حماده هيزعل جدا وهيزعلك حضرتك. ليه؟ انك بتشغل التكييف طول الليل وطول النهار مشغله. ادفع بقى تمن حضرتك الباور العالي اللي انت جايبه. نفترض ان الحاله الماديه على مقاسم شويه، وبدل تكييف انا جايب مروحه. مروحه حبيب قلبي، اتكلم عن جهاز تكييف 1000 واط، اتكلم عن مروحه حضرتك دي مروحه تبقى 50 واط 60 واط. طبعا دي لما تشغلها عندك حتى لو ساعه ولا ساعتين ولا 24 ساعه، حضرتك دي هتستهلك طاقه قليله. فالانرجي والباور في زمن اكتر من ثانيه. ولما تجيب جهاز باور بتاعه عالي ما تتفشخرش قوي، معاك فلوس تفشخر بيها في العداد بتاعك. لما تكون حاجتك على قد حدها، يعني فلوس على قد حالها، هات لك باور جهاز بباور قليل، اي نعم هيستهلك طاقه قليله وهيوفر لك فلوسك، وهتلاقي ابو حماده مبسوط هيعزك يقول لك ثانك يو تو ماتش، انتوا ولادي حبايبي. حضرتك خلي بالك من الباور، بتشتري الجهاز ببص عليه هو كام وات واقرا عليه كام وات، اقرا كام وات موجود على الجهاز. ان الوات العالي اي نعم هيديك كفاءه عاليه ولمبه عاليه صوت عالي، بس ادفع فلوس اكتر. عاوز تدفعش فلوس اكتر شغله قليل. انت لو شغلته قليل هتستهلك طاقه قليله، لان الانرجي تعتمد على الزمن بتاع التشغيل. لكن الباور ملوش دعوه بزمن التشغيل، لان هو في كل لحظه انا بستهلك طاقه معينه، ده الباور بتاعي. يبقى الفلوس بتدفع على مين؟ على الانرجي، والانرجي معتمده على باور وزمن. حبيبي كده انا كلمتك عن علم الكهربائي، كلمت معلومات عن علم الكهربائي، بدات بالكرنت واتجاهاته، وبدات عندك بالبوتنشال اللي هي الطاقه، وقعدت امثلها لك عندك بكذا اكزامبل. كلمتك عن البوتنشال ديفرنس الطاقه المستهلكه، وريتك الريزيستنس وقد ايه هي مهمه عندك في التحكم في الاجهزه، او انها تحمي الاجهزه انها ما تتحرقش وهي بتستهلك الطاقه بتاعتنا وانواعها فيكسد وفاريبل. وريتك ازاي يكون الطاقه ديت كيف تم انتاجها اساسا، بدا براجل بتاع جلفاني بتاع ضفادع وحول الطاقه الكيميائيه لطاقه كهربائيه. فاكر المسمارين بتوعه او المشرطين، واحد زنك واحد كبر، واحد عنده هاي بوتنشال لو بوتنشال، فالكهرباء بتمشي من الهاي لللو. البطاريه وهي مصدر الكهرباء هي اللي فيه، عارف ان البطاريه دي هي اللي جواها عندك الانود والكاثود، بيبقى جواها تو اليمنت، واحد عنده فولت عالي واحد عنده فولت قليل، فيعمل لك كارنت ماشي في السيركت. كارنت وهو ماشي بيلاقي ريزيستنس، الريزيستنس دي بتستهلك الطاقه ديت. تمام.
واتفقنا ان الكهرباء ممكن انتجها من كيميكال انرجي تو الكتريك انرجي او ميكانيكال انرجي زي في الدينامو تو الكتريك انرجي. عرفنا لو معانا ماجنت وسلكه، لو دخلنا ماجنت في السلكه هنولد كهرباء. عرفنا احنا لو معانا سلكه وعدينا فيها كهرباء السلكه دي هتتحول الى ماجنت. عرفنا معلومات عن الماجنت وان هو بيبقى فيه حواليه عندك ماجنتيك فيلد بتخرج من النورث للساوث، وعرفنا اتجاه الماجنتيك فيلد من حركه الكومباس. عرفنا عندك معلومات عن الباور والانرجي، فالباور هو قدره الجهاز على انه يطلع طاقه كبيره او طاقه صغيره في كل ثانيه، لكن حضرتك لما بتستهلك الجهاز في زمن اكتر من ثانيه ده اسمه الكتريك انرجي. والكتريك انرجي تبقى عاليه جدا لو كنت اشتغلت في زمن كبير ومعاك باور عالي، والكتريك انرجي تبقى قليله لو معاك باور قليل واشتغلت في زمن قليل. وساعتها انت بتتحاسب بالعداد اللي هو بيقيس لك كيلو وات اور، يعني انت استهلكت كام كيلو وات، يعني كام باور في كام اور، وده اللي بتدفع عليه الفاتوره بتاعتك في اخر الشهر. يا رب اكون ربنا وفقني في ان انا انهي الحدوته بتاعه الالكتريستي واكون اديتك معلومات عندك حلوه جدا. اي نعم الالكتريستي في جواها لسه كتير قوي، زي ازاي بنوصل الاجهزه الكهربائيه بتاعتنا جوه البيت. هي جت في حاجه اسمها توصيل سيريس وباراليل، ودي معلومات عندك حلوه جدا وشيقه جدا بنتعرف عليها في الحصه الثالثه والرابعه، والالكتريستي بتاعتنا عندك كلها بالكامل. اتمنى انك تكون عرفت شويه معلومات عن علم الالكتريستي يا بطل يا بطله. بالتوفيق لحضراتكم، ونتقابل مع بعض الحصه الجايه بتاعتنا في اول درس بعون الله سبحانه وتعالى في منهج الالكتريستي. وصدقني الحصه بتاعت النهارده لو سمعتها كويس جدا 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 تستوعب بشكل خطير جدا جوه الحصه، تبقى مستمتع. بس احنا جوه الحصه بقى نحط القوانين والحسابات والجرافات والاسلوبات، مش هنحكي قصص وحواديت بس، ونوريك عندك بقى ازاي جزء بيمشي. صدقني الموضوع سهل، عاوز منك طول بال، عاوز منك فهم، تخيل. واحنا من الحصه الجايه عندنا كرتون وعندنا حاجات عشان تقدر تتخيل، عندك انيميشنز كتيره جدا جدا في الكتريستي. ربنا يا رب يوفقكم. متحمس جدا جدا للبدايه الجايه، رب تبقوا متحمسين ليها كمان زي قوي كده. توفيق لحضراتكم والسلام عليكم.